بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم جمال بالي، إمام واعظ بمسجد السيدة ماريا القبطية حي عدل الحاسي وحران. موضوعنا يتعلق بالمياه وأهميتها وحرمة تبذيرها. لابد أن نعلم أن القرآن الكريم أعطى هذه النعمة مكانة عظيمة، وبين أهميتها سبحانه عز وجل، وجعلها مادة الحياة. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. والله عز وجل قال في سورة الملك التي يحفظها عامة الناس: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. والماء أيها المؤمنون هو الحياة، الماء هو الحياة، ويجب علينا الحفاظ عليه ومعرفة هذه النعمة وقدرها ومكانتها عند الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من التبذير، حتى في صور ربما لا يظهر للناس أنها تبذير. علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه الوضوء، وكان مما قال له: واقتصد ولو كنت على نهر جار. ولو كنت تتوضأ عند نهر يجري فاقتصد في الماء حتى يتعلم الإنسان المحافظة على الماء مع كثرته. فإذا ما كان في وقت ربما يكون الماء فيه قليلا، يكون قد تعلم المحافظة على الماء، ويعرف أن هذه النعم ربما مفقودة عند كثير من الناس. وهذه النعمة، نعمة الماء، نعمة عظيمة، بها يحيا الإنسان، وبها يحيا الحيوان، وبها يكون النبات، وبها يكون الثمر، وغير ذلك بها الحياة. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على أن نكون من المحافظين على هذه النعمة المباركة. والله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والحمد لله رب العالمين.